بسم الله الرحمن الرحيم. شبابنا الغاليين، النهارده ان شاء الله معادنا مع محافظه المنوفيه، اداره الباجور او الايه، اكيد الباجور دي ان شاء الله باذن الله عز وجل. محافظه كلها افكار، محافظه مليانه بالافكار المميزه جدا اللي على حضرتك انك تركز فيها وتسجلها عشان محافظه مهمه جدا. سمي الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال بيقول لك: اي من الاشكال البيانيه الاتيه لا تمثل داله؟ اولا لما اجي اشد قلنا مين يمثل دالة ومين لا يمثل دالة. لو شديت خط رأسي لمس في نقطة دالة، لمس في أكتر من نقطة ليست دالة. إذا ده الوحيد الذي لا يمثل دالة. ليه؟ لأن لما شديت خط لمس هنا ولمس هنا، ده لمس في نقطتين، إذا ده لا يمثل دالة، ده لا يمثل دالة. أما ده فده بيمثل دالة. ليه؟ في واحدة مفتوحة أهي، في واحدة مفتوحة يعتبر ما لمست فيها، واحدة مقفولة لمس في نقطة واحدة اللي هي هنا. هنا بيلمس في نقطة واحدة في أي حتة، هنا بيلمس في نقطة واحدة في أي حتة. إذا ده الوحيد الذي لا يمثل دالة. السؤال اللي بعديه بيقول لك مجال الدالة دي في طرح، صح؟ في طرح، فبتجيب لي مجال الأولى وبتجيب لي مجال الثانية وتاخد التقاطع بتاعهم. يلا مع بعض نجيب مجال الأولى ومجال الثانية. مجال الأولى اللي تحت الجذر أكبر من أو يساوي الصفر، ودي بعكس الإشارة، س أكبر من أو يساوي الأربعة. طب مجال الثانية اللي تحت الجذر أكبر من أو يساوي الصفر، ودي بعكس الإشارة، س أكبر من أو يساوي السالب 4، س أكبر من أو يساوي السالب 4. يبقى كمان مرة يا شباب، اللي تحت الجذر أكبر من أو يساوي الصفر يبقى الس أكبر من أو يساوي 4. اللي تحت الجذر أكبر من أو يساوي الصفر يبقى الس أكبر من أو يساوي السالب 4. فأنت عايز تجيب التقاطع بتاعهم، يعني المشترك هنا وهنا. أقول الأولى من أول 4 لحد الما لا نهاية، والثانية من سالب 4 لحد الما لا نهاية. كده ايه المشترك ما بين فوق وتحت؟ يعني ايه المتظلل فوق وتحت؟ من 4 لحد الموجب ما لا نهاية. فاقول يبقى المجال بتاعي من 4 للموجب ما لا نهاية. السؤال اللي بعديه ده سؤال مهم جدا لطلبة علمي فقط. لو انت طالب ادبي عديه وخش على اللي بعديه. سمي الله. بيقول لك انا عايز د تركيب الر وعوض ب6. بص يا نجم، د تركيب الر وعوض ب6 دي بتكتب بالمنظر ده: د ر 6. ما هو ده تركيب الر اللي هي د ر س اهي، د ر س. فاقول لك عوض عن الس ب6، عوض عن الس ب6 يبقى د ر 6. يلا مع بعض واحده واحده بقى. ايه ر 6 دي؟ تعرف تحسب لي ر 6؟ قلت له تعالى على جنب بقى كده. ايه ر 6 دي بقى يا عم مصطفى؟ قلت له تعالى هنا يا ابو، عشان احط هنا 6 محتاج احط السين بكام؟ ب3. فاقول له ر 6. عشان تجيب ر 6 بتعمل ايه؟ عوض عن السين دي ب3 عشان يبقى 3 زائد 3 6. ر 6 بتساوي س تربيع. السين بقى عوض عنها ب6 ولا عوض عنها ب3؟ لا انا عوضت عن السين ب3، يبقى 3 تربيع ناقص 1 تطلع معاك ب8. يبقى ر 6 ب8 دي كده ب8، يبقى د 8. انا عايزك تروح لدال وتعوض عن، تعوض هنا ب8. رحت للدال، انا عايز دي تكون 8. قلت له تعالى دال عشان دي تكون ب8 لازم اعوض عن السين ب4. اعوض عن السين ب4، 2 في 4 بكام؟ ب8. دال 8 بتساوي، عوضت عن السين ب4، 3 في 4 ناقص 1 تطلع معاك ب11. يبقى دال 8 بكام؟ ب11. الاجابه هتكون 11. يبقى الر 6 لازم ده يكون 6، اعوض عن السين ب3. ر 8 لازم ده يكون 8، اعوض عن السين ب4. تطلع مع حضرتك بكام؟ ب11. السؤال اللي بعديه، السؤال اللي بعديه سؤال مميز جدا برضو، اللي هو سؤال رقم 4. بيقول لحضرتك ايه سؤال رقم 4 ده؟ انا هحله لك خطوات وعايزك تتعلم ازاي تحله بمجرد النظر اول ما تشوفه. اولا 2 مقياس س ناقص 6، 3 ناقص س. قلت لحضرتك ان في المقياس تقدر تاخد الاثنين دي عامل مشترك، س ناقص 3، و3 ناقص س انا اقدر اخليها س ناقص 3 في المقياس عادي جدا. 2 مقياس ناقص 1 من نفس المقياس بيديك 1 من نفس المقياس. سوري دي زائد يبقى 3. اقسم على 3 يبقى مقياس س ناقص 3 اصغر من 4. مقياس اصغر من رقم موجب يبقى اللي جوه المقياس اصغر من 4 واكبر من سالب 4. ودي بعكس الاشاره هنا وهنا. سالب 4 زائد 3، 4 زائد 3.
سالب 4 زائد 3 سالب 1. 4 زائد 3 7. يبقى مجموعة الحل من سالب 1 ل7 مفتوحين. أنا بقى عايز أعلمك لو أنت السؤال ده جالك من غير ما تعمل كل الخطوات دي تعمل إيه؟ أولا بص يا نجم، تعالى نبروز دي بس كده. أنا همسك الاختيارات، تعالى نمسك الاختيار الأولاني. بيقول لك من سالب 1 ل7، خد لي رقم كده ما بين السالب 1 وال7. الصفر مثلا، تعالى نجرب نعوض بالصفر. تعالى نجرب نعوض بالصفر. 2 في صفر بصفر. صفر ناقص 6 سالب 6، مقياس السالب 6 6. زائد 3 ناقص صفر 3، مقياس التلاتة 3. 6 زائد 3 كام؟ 9. هل التسعة أصغر من 12؟ إذا ده الرقم ده نافع. طب خد لي رقم كمان بعد إذنك، خد لي مثلا الاتنين. يلا 2 في 2 ب4، 4 ناقص 6 سالب 2، مقياس السالب 2 2. 3 ناقص 2 1، مقياس الواحد بواحد. هل 2 زائد 1 التلاتة؟ هل التلاتة أصغر من 12؟ إذا الإجابة الصحيحة ألف. طب كده تيجي نحل السؤال اللي بعديه بتجربة الاختيارات ونشوف هنعمل إيه؟ لو أنت هنحلها خطوات. تعال نجرب الاختيار 3 بس. 3 ناقص 7 سالب 4، مقياس السالب 4 4. 2 في 3 6، 6 ناقص 2 4. هل الأربعة بتساوي الأربعة؟ إذا التلاتة نفعت. تعال نجرب الخمسة، أو تعال نجرب السالب 5. سالب 5، سالب 5 ناقص 7 سالب 12، مقياس السالب 12 12. 2 في سالب 5 بسالب 10، سالب 10 ناقص 2 سالب 12، مقياس السالب 12 12. قال لا دي كمان نفعت، فأنا أكيد أختار دي. 3 وسالب 5. طب ما تيجي نحلها بخطوات بقى كده. أقول له مقياس بيساوي مقياس، يبقى اللي جوه المقياس الأول يا إما موجب اللي جوه المقياس الثاني، يا إما اللي جوه المقياس الأول بيساوي سالب اللي جوه المقياس الثاني. جمع السينات في طرف والأرقام في طرف. تبقى س ناقص 2 س يساوي سالب 2 زائد 7. يعني سالب س ب5. اقسم على السالب 1، يعني الس بسالب 5. طب هنا هات السينات في طرف والأرقام في طرف. س زائد 2 س يساوي 2 زائد 7، يعني 3 س يساوي 9. اقسم على 3 هتلاقي الس معاك ب3. كده السين بسالب 5 وموجب كام؟ 3 فعلا زي ما احنا اخترناها. السؤال اللي بعديه بيقول لك ده علم وادب طبعا. بيقول لك د س س أس 4 ج س فإنها تكون هل زوجية ولا زوجية أحادية؟ أولا مفيش حاجة اسمها زوجية أحادية، دي غلط. ولا فردية ولا ليست وليست؟ تعال نشوف. أولا س أس 4 س أس عدد زوجي، دي زوجية. في ج س فردية، يعني سالب موجب في سالب بسالب، فاختارها دالة فردية. السؤال اللي بعديه بيقول لك 4 أس س ب5. أنا عايز 4 أس س زائد 1. فكك الأسس. يعني إيه؟ 4 أس س زائد 1 دي اللي هي عبارة عن 4 أس س في 4 أس 1. طبعا 4 أس س دي ب5، ف 4 أس 1 ب4. 5 في 4 بكام؟ ب20. 5 في 4 بكام؟ ب20. الإجابة 20. 4 أس س ب5 و4 أس 1 ب4. 5 في 4 بكام؟ ب20. السؤال بقى اللي بعديه، أنا عندي هنا لا الأساس بيساوي الأساس ولا الأس بيساوي الأس. بس أنت لو خدت بال حضرتك إنك لو خدت لي من البسط هنا سالب 5 عامل مشترك هيطلع معاك إيه؟ أولا سالب 5 س على السالب 5 فيها الس، و10 على السالب 5 بسالب 2 بيساوي 7. ومن فوق لو خدت الاثنين عامل مشترك 2 س على الاثنين فيها الس، سالب 4 على الاثنين فيها السالب 4، سوري سالب 2. عندك مشكلة لو أنا خليت السالب 5 دي كده؟ إيه ده؟ تصدق الأس بيساوي الأس بس الأساس لا يساوي الأساس؟ أقول له الأس يساوي الأس والأساس لا يساوي الأساس. أقول له إذا الأس بصفر. الأس اللي هو س ناقص 2 بصفر. ودي بعكس الإشارة يبقى الس بكام؟ الس ب2. هو بقى عايز س تربيع، لا 2 تربيع ب4 ناقص 1 تطلع معاك بكام؟ ب3. يبقى تاني يا شباب، طالما عندي هنا الأس بيساوي الأس والأساس لا يساوي الأساس، إذا الأس بصفر. إذا الأس بكام؟ الأس بصفر. السؤال اللي بعديه، دالة س 2 أس س اوجد قيمة س التي تحقق الكلام ده. يعني إيه د س زائد 1؟ روح للدالة د شيل السين وحط س زائد 1.
ناقص يعني ده س ناقص 1. روح للدالة د، شيل السين واكتب س ناقص 1 يساوي 384. وبعد كده جرب الاختيارات. تعال نجرب مثلا ال 16 تبقى 2 16 زائد 1 17 ناقص 2 16 ناقص 1 15. تعال نشوف 2 أس 17 ناقص 2 أس 15 تطلع مع حضرتك ب 9000 أو 98304. إذا غلط. الاختيار الأول غلط. تعال نجرب الأربعة. 4 زائد 1 5 4 ناقص 1 3. تعال نجرب دي 2 أس 5 ناقص 2 أس 3 طبعا غلط. ب 24 طبعا مش ب 24. تعال نجرب ال 8 8 زائد 1 9 8 ناقص 1 7 يبقى 2 أس 9 ناقص 2 أس 7. هل تطلع بحضرتك 384؟ مظبوط. إذا الإجابة مظبوطة 8. تعالى بقى نجيبها بالخطوات يا شباب. حضرتك بتفك الأسس. بتفك الإيه؟ الأسس. 2 أس س في 2 أس 1 ناقص 2 أس س في 2 أس سالب 1. خد 2 أس س عامل مشترك. 2 أس س في 2 على 2 أس س ب 2 ناقص ده على ده ب 2 أس سالب 1. ده لما أعمله على الآلة تطلع معاك 1 ونص. ودي ده مع قوس الضربي يبقى 2 أس س تساوي 384 في 2 على 3 تطلع معاك ب 256. يبقى 2 أس س ب 256. 256 دي اللي هي 2 أس كام يا رجاله؟ اللي هي 2 أس 8. اساس بيساوي اساس، اذا اس بيساوي اس، يبقى الس ب 8. رحمت نفسك من بدري وجربت الاختيارات وخلصت المساله. السؤال اللي بعديه ده سؤال علمي فقط. بيقول لك د اس سالب 1 2. يعني عايزك تجيب الداله العكسيه وعوض عن الس ب 2. يلا نجيب الداله العكسيه. شيل الصاد حط س، شيل السين حط صاد. طب انا عايز هندسه الصاد كل واحده في طرف. خد لي بص حط لي هنا اس 5 وهنا اس 5. ده أس 5 وده أس 5. فتبقى س أس 5 بتساوي صاد. أنا عايزك بقى بعد كده جبت الدالة العكسية. صاد دي اللي هي د أس سالب 1 س. س أس 5 عوض عن الس ب 2. 2 أس 5 بكام؟ ب 32. الإجابة هتكون 2 وكام؟ 32. السؤال اللي بعديه. السؤال اللي بعديه لوغاريتم س للاساس 5 بيساوي 4. ماشي. انا عايز بقى لوغاريتم س على 5 للاساس 5. حضرتك عارف طبعا ان لوغاريتم القسمه بيتحول لطرح، فيبقى لوغاريتم س للاساس 5 ناقص لوغاريتم 5 للاساس 5. لوغاريتم الطرح يتحول لاسم، او لوغاريتم القسمه بالمنظر ده يتحول لطرح. اذا ده هو ده. انا عايز ده بقى. ده بكام؟ ده ب4. ده بكام؟ ده ب1. 4 ناقص 1 3. هنا بقى رجاله في سؤال رقم 12 بتقول لي ص أس س ناقص 1 ص أس س ناقص 1 بيساوي 3. ص أس س ناقص 1 دي انا اقدر اخليها ص أس س في ص أس سالب 1 بيساوي 3. ص أس س طبعا ص أس سالب 1 دي اللي هي 1 على الصاد بيساوي 3. انا عايز اشيل الصاد دي من المقام. اضرب في صاد اضرب في صاد. فلما اضرب ده في صاد لازم اضرب ده في صاد. ده هيطير مع ده. يبقى ص أس س بتساوي 3 صاد. انت عايز صاد اقسم على 3 واقسم ده على 3. يبقى الصاد تلت ص أس س. تلت ص أس س. السؤال اللي بعديه. طبعا حضرتك اول حاجه بتشوفها هو المعطى اللي هو مديهولك. تحاول بقى تهيئ المساله للمعطى ده. اول حاجه يا رجاله انت ملاحظ ان اللوغاريتمات كلها ليها نفس الاساس. يبقى لوغاريتم الجمع يتحول لضرب ولوغاريتم الاسم او لوغاريتم الطرح يتحول لاسم. بس قبل ما اعمل كل ده لازم اطلع كل ده فوق. الاس اللي اتزحلق ده ارجعه مكانه. لوغاريتم س تكعيب للاساس 2 زائد لوغاريتم ص اس 4 للاساس 2 ناقص لوغاريتم س ص تربيع. فانا هاخد لوغاريتم الاساس 2 واحد بس اللي مجموعين اخليهم فوق في البسط مضروبين س تكعيب ص اس 4 والطرح اخليه في المقام س ص تربيع. اولا لوغاريتم الاساس 2 س تكعيب على س بس تربيع. ص اس 4 على ص تربيع بص تربيع.
يبقى لوغاريتم الاساس 2 تبقى س ص تربيع. عندك مشكله لو انا زحلقت الاس ده بره، تبقى 2 لوغاريتم س ص للاساس 2، وده اللي انا عايزه. 2 في 8 بكام؟ ب 16. ما هو ده هو مديهولي ب 8، ده يا باشمهندسين ويا اساتذه ودكاتره مديهولي ب 8، تطلع معاك ب 16. الاجابه هتكون 16. سؤال زي ده لما اجي اعوض عن السين بواحد، اوعى تتخدع، اوعى تتخدع، والله العظيم كنت هتتخدع وتقول لي نظريه 4. يا باشا هنا تعويض مباشر، عوض عن السين بواحد، 1 أس 3 بواحد زائد 1 على 1 زائد 1، تطلع معاك 2 على 2 فيها كام؟ فيها الواحد. تعويض مباشر، تعويض مباشر، اوعى يخدعك يا نجم. خلصت تعويض مباشر، دي خلصت تعويض مباشر، والاساس في اي مساله نهايات ان هي تخلص تعويض مباشر. اما هنا تعالى نعوض عن السين بسالب 2. سالب 2 اس 5 بسالب 32 ناقص 32 على سالب 2 ناقص 2، الله، تطلع معاك سالب 64 على سالب 4. السالب هترمي على السالب، 64 على 4 فيها كام؟ فيها 16. فيها 16. السؤال اللي بعديه سؤال خطير جدا. ليه؟ تعويض مباشر هو ده، الاثنين مهمين جدا. فهنا يا شباب لما اجي اعوض عن السين بخمسه، 5 ناقص 5 بصفر على 5 زائد 4 ب9، جذر 9 3، 3 ناقص 3 صفر. اضرب في المرافق، تبقى س ناقص 5 على جذر س زائد 4 ناقص 3 في مرافق المقام، جذر س زائد 4 زائد 3 جذر س زائد 4 زائد 3. هضرب البسط في البسط، اضرب س ناقص 5 في جذر س زائد 4 زائد 3. تحت لما اجي اضرب عدد في المرافق بضرب الاول في الاول، جذر س زائد 4 في جذر س زائد 4 بس زائد 4. سالب في موجب بسالب، 3 في 3 بكام؟ ب9. طبعا ده كله عباره عن س ناقص 5، فالس ناقص 5 اللي هنا هتطير مع س ناقص 5 اللي هنا، وعوض عن السين ب5. جذر 5 زائد 4 زائد 3 اللي هي جذر التسعة ب3، 3 زائد 3 كام؟ 6. تبقى الإجابة 6. سؤال زي ده يا رجالة بيقول لحضرتك أنا عايز نون وعايز لام، سمي الله بقى كده حضرتك، عايز نون وعايز لام. بص مبدئيا لما تيجي تعوض عن السين ب2 هتلاقي المقام بصفر، أقول له بما أن المقام بصفر والمسألة ليها ناتج إذا البسط بصفر. طالما المسألة لها وجود، بما أن المقام بصفر والنهاية لها وجود، أقول له إذا البسط بصفر. البسط بصفر اللي هو س دي نون دي صح، س أس نون ناقص 32 بيساوي صفر، يبقى س أس نون بيساوي 32. طبعا 32 دي يا رجالة، وطبعا لازم أعوض عن السين ب2، تبقى 2 أس نون ب2 أس 5، أساس بيساوي أساس، أس بيساوي أس، يبقى النون ب5. ده مبدئيا النون ب5، فأنا يا إما 85 يا إما 5 و16، دي غلط ودي غلط. طب تعالى نحل بقى المسألة. س أس 5 ناقص 2 أس 5 على س ناقص 2 دي نظرية 4. الأس على الأس 5 على 1 في الأساس 2، الأس ناقص الأس ب4، كل ده بلام. 5 في 16 تطلع معاك ب80، تبقى 85. نون ب5 واللام ب80، الإجابة هتكون ج. السؤال اللي بعديه س بتقول لما لا نهاية. كلنا عارفين يا شباب قبل كده إن ما لا نهاية أس رقم سالب بصفر، صفر يبقى 7 على ما لا نهاية أس رقم سالب بصفر، صفر على 1، 7 على 1 فيها كام؟ فيها ال7. السؤال اللي بعديه س بتقول لي صفر صح؟ المنظر اللي قدامك ده بيوحي لك انك تقسم على ايه؟ انا هقسم على اعلى اس، اقسم على السين تربيع. تعال نشوف بقى. بص بقى دي لما تقسمها على السين تربيع كلها دي ضرب، دي تاخد س ودي تاخد س، تبقى 3 س على السين جا س على السين، زائد دي برضو لما اجي اقسمها على السين تربيع دي ضرب، فتبقى س على السين ظا 5 س على السين.
طب تحت دي تاخد الس تربيع كلها، تبقى س تربيع على س تربيع ناقص 2 ظا 3 س تربيع على س تربيع. يلا بقى نشوف كده نعمل ايه. ده يطير مع ده يبقى 3. جا س على الس دي فيها الواحد زائد س على الس دي فيها الواحد في ظا 5 س على الس، خد المعامل على المعامل 5 على 1 ب5. طب ده على ده فيها الواحد ناقص الاثنين دي مالكش دعوه بيها في، طالما ده زي ده خد المعامل على المعامل 3 على 1. تطلع مع حضرتك 3 في 1 ب3 زائد 5 8 و1 ناقص 6 تبقى 8 على -5 اللي هي -8 على كام؟ على 5. السؤال اللي بعديه بيقول لحضرتك الداله متصله عند السين ب-2 وعند السين ب5. طالما الداله متصله عند السين ب-2 تعالى بقى نشوف هنكتب ايه. بص ليه؟ اهو طالما الداله متصله عند السين ب-2 يبقى د -2 بتساوي د -2 اليمنى تساوي د -2 اليسرى. يعني ايه د -2؟ عوض في المكان اللي فيه السين بتساوي -2، عوض هنا 3 في -2 -6 ناقص 2 -8 بتساوي د -2 اليمنى، عوض في المكان اللي فيه السين اكبر من -2 يعني تحت. يلا أ في -2 -2 أ زائد ب. إذا دي معادلة بس أنا عايز أكتبها بشكل مختلف أهو، أجيب بس -8 هنا تبقى -2 أ زائد ب ب-8 وبروزها. دي رقم 1. طب طالما متصلة عند السين ب5 يبقى د 5 تساوي د 5 اليمنى تساوي د 5 اليسرى. د 5 عوض عن السين ب5، عوض عن السين ب5 في المكان اللي فيه السين بتساوي 5 هنا 5 تربيع ب25 ناقص 12. 25 ناقص 12 دي اللي هي 13. 5 اليمنى عوض في المكان اللي فيه السين اكبر من 5 تطلع برضو 13. 5 اليسرى عوض في المكان اللي فيه السين اصغر من 5. أ في 5 ب5 أ زائد ب، دي معادله ثانيه 5 أ زائد ب يساوي 13 ودي المعادله الثانيه. فانا هضرب واحده فيهم في سالب، انا عايز احل المعادلتين دول مع بعض. هضرب فوق في سالب، ليش معنى فوق؟ عشان دي تبقى موجب 2 أ ودي سالب ب ودي موجب 8. اولا موجب 2 أ و5 أ 7 أ وده هيطير مع ده. موجب 8 و13 ب21 اقسم على ال7 هتلاقي الالف دي ب3. عوض هنا 5 أ 5 في 3 ب15 زائد ب بيساوي 13. يبقى الب 13 ناقص 15 ب-2. 13 ناقص 15 ب-2. انا عايز أ زائد ب 3 زائد -2 فيها كام؟ فيها الواحد. يبقى انت جبت الالف ب3 والب ب-2 كمان مره يا شباب. حضرتك طالما الداله دي متصله عند السين ب-2 يبقى د -2 اليمنى بتساوي د -2 اليسرى بتساوي د -2. دي ما احتجتهاش، جبت معادله. طالما متصله عند 5 يبقى د 5 تساوي د 5 اليمنى تساوي د 5 اليسرى، جابت لي معادله ثانيه. انا عايز احلهم مع بعض. فضربت اللي فوق في سالب، فالسالب ده بقى موجب والموجب ده بقى سالب والسالب ده بقى موجب، قلت له بالجمع ده طار مع ده. موجب 2 أ و5 أ 7 أ موجب 8 و13 21. قسمت على الثلاثه سوري قسمت على السبعه تطلع معاك الالف بكام؟ الالف ب3. عوضت في اي معادله 5 أ 5 في 3 ب15 زائد ب ب13 وديت ال15 بعكس الاشاره اداني ب. فالراجل قال لي انت عايز ايه؟ قلت له عايز أ زائد ب 3 وسالب 2 كام؟ فيها الواحد. زي السؤال ده بيقول لك الداله دي متصله لكل س، فاجيب المجال. اولا المجال دي بح مش محتاجه في حاجه خلاص. اما المجال دي ح ما عدا اصفار المقام. ازاي اجيب اصفار المقام؟ ساوي المقام بصفر وهات س. تطلع معاك السين موجب او سالب كام؟ 3. ح ما عدا الموجب او سالب 3. بيقول لك طول اصغر ضلع في المثلث الذي فيه قياس أ اهي وقياس ب اهي والف شرط اهي. طبعا فين اصغر ضلع؟ اصغر ضلع قصاد اصغر زاويه، فانت مضطر تجيب الزاويه الثالثه. اقول له قياس ج الزاويه الثالثه 180 ناقص زاويه أ اللي هي 54 درجه و33 دقيقه
زائد 49 درجة و22 دقيقة. يلا مع بعض. 180 ناقص افتح قوس 54 درجة 33 دقيقة زائد 49 درجة 22 دقيقة. تطلع مع حضرتك زاوية ج 76 درجة و5 دقايق. فين أصغر زاوية فين؟ قلت له زاوية ب. يبقى أصغر ضلع ب شرطة. يبقى أنت هتقولي كده أ شرطة على ج أ تساوي ب شرطة على ج ب. يلا مع بعض نعوض بقى. أ شرطة بكام؟ أ شرطة ب 124 ونص. 124 ونص على ج أ. زاوية أ بكام؟ 54 درجة 33 دقيقة بتساوي ب شرطة أنا عايزها على ج ب. زاوية ب بكام؟ 49 درجة 22 دقيقة. يبقى ب شرطة بتساوي اللي في وشها في المقام والباقي في البسط 124 ونص جا 49 درجة 22 دقيقة. يلا مع بعض. 124 ونص في ساين 49 درجة 22 دقيقة على ساين 54 درجة 33 دقيقة. تطلع مع حضرتك 115 و9 من 10 بشرطة تقريبا ب 115 و9 من 10 اللي هي اختار كام؟ 116. قولوا ب شرطة تقريبا 116. السؤال اللي بعديه بيقول لك في المثلث لام م ن لام شرطه ب 8.4 من 10 قياس م قياس ن. اولا حضرتك اول حاجه تعملها تجيب لي قياس لام 180 ناقص 75 زائد 50. 180 ناقص 75 زائد 50 تطلع مع حضرتك 55 درجه. ده قياس زاويه ايه؟ قياس زاويه لام. قال لي انا عايز من حضرتك مساحه الدايره اللي هي باي نق تربيع. طب ما انت عندك قانون بيجيب لك 2 نق اللي هو اي ضلع على جهه الزاويه اللي قصاده. انا عايز نق بس، نزل الاثنين دي تحت. يبقى النق لام شرطه على 2 جلام. لام شرطه بكام؟ ب 8.4 من 10 على 2 جاه زاويه لام بكام؟ 55 درجه. 8.4 من 10 على 2 ساين 55. وانت يا هندسه ليه نزلت الاثنين ما حسبتش ثم قاسم على الاثنين؟ انا مش عايز بس اقعد اقرب في الارقام، عايز رقم يطلع مره واحده. تطلع مع حضرتك 5.12 من 100 او 5.13 من 100 تقريبا. انت بقى عايز المساحه. المساحه تساوي باي نق تربيع. ادي باي وادي النق تربيع. ادي باي في الانسر تربيع. تطلع معاك 82 ونص. 82 ونص تقريبا اللي هي تقريبا 83. اليكم بقى ايها الساده سؤال 24. ده سؤال عليه خناق كبير جدا من الطلبه، وكمان في اختلاف في وضع السؤال ده اصلا من فتره كبيره. لما شفنا السؤال ده في مشكله في السؤال ده. السؤال ده فيه مشكله كبيره جدا. الا وهي ركز معايا بقى. اولا بقول لحضرتك انا عايز ب شرطه على نق. ب شرطه على نق بتنتمي ليه بالظبط؟ طب حضرتك عارف طبعا ان ب شرطه على ج ب بتساوي 2 نق. انا ينفع ابدل بين ده وده على فكره. يبقى ب شرطه على 2 نق بتساوي ج ب. طب انا عايز اشيل 2 من هنا احطها هنا عادي جدا. يبقى ب شرطه على نق بتساوي 2 ج ب. طب بص يا سيدي، حضرتك عارف من اولى ثانوي ان الجا تنتمي جا سيتا تنتمي للفتره من -1 لموجب 1. حلو يا هندسه. بس انت دلوقتي شغال في مثلث. ما هو جا ايه اللي ب1؟ جا 270. في زاويه ب 270؟ لا. اقل زاويه في المثلث لازم تكون اكبر من الصفر. هو جا الصفر بكام؟ بصفر. ايه اللي اكبر من الصفر؟ اي رقم. فعشان كده بقول لك ان الجا في المثلث تنتمي للفتره من صفر مفتوح طبعا عشان ما ينفعش يكون في زاويه فيها صفر الى الواحد. صح ولا مش صح؟ هنا الخلاف بقى. في ناس بناء على الاختيارات اللي قدامك دي عامله ان الواحد ده مفتوح،
في ناس بتتكلم ان الواحد ده يكون مقفول، هو حسب الاختيارات دي فالواحد المفروض يكون مفتوح. بس احنا بنسال نفسنا سؤال، في المثلث جه كام اللي بواحد؟ جه 90. ينفع زاويه في المثلث تكون ب 90؟ اه طبعا. فانا شايف ان هو لازم يتعمل مقفول. انا مع الفصيل الثاني. احنا الحلو اقول لك انت تعمل فيه في الامتحان دلوقتي لو جه هو بقى عايز 2 جا سيتا او 2 جا ب، 2 جا ب، اضرب ده في 2 من 0 ل 2 مقفولين. هو بقى الفكره كلها ان هو مش جايبها مقفوله، هو جايبها مفتوحه، فنختار دي. فانت هتلاقي دايما الناس بتهمل او بتهمل قصه ان ال 90 دي زاويه ينفع تكون في مثلث عادي. بس هي الاجابه كده يا شباب، بس هي الاختيارات كلها جت كده في السنه ديت، فاحنا هنختار ده ان هو اقربهم يعني. طبعا ده غلط، ده غلط، ده غلط، فهو ده. ولكن ده التفسير بما يرضي الله اللي انا مقتنع بيه تماما تماما تماما، وكثير من الزملاء كلهم بيتكلموا ان هم برضه مقتنعين بهذا الاجابه، بهذه الاجابات. مساحه المثلث بتساوي 24، وقال لك ب شرطه تربيع زي ج شرطه تربيع ناقص ا شرطه تربيع في ظ ا. اولا ب شرطه تربيع تفضل زي ما هي اهو. عندك مشكله يا نجم مصر ان انا اخلي الظا دي جا على جتا، جا ا على جتا ا. طب ما انت عارف بقى ان جتا ا ديت اللي هي ب شرطه تربيع زي ج شرطه تربيع ناقص ا شرطه تربيع على 2 ب شرطه ج شرطه. في قاعده بتقول لك ان مقام المقام بسط ده يطلع فوق، يبقى ب شرطه تربيع زي ج شرطه تربيع ناقص ا شرطه تربيع في جا ا في 2 ب شرطه ج شرطه، وطبعا هنا جا ا على ب شرطه تربيع ج شرطه تربيع ناقص ا شرطه تربيع. مش ده يطير مع ده، يبقى 2 ب شرطه ج شرطه جا ا. طبعا حضرتك عارف ان مساحه المثلث نص ا شرطه او سوري ب شرطه ج شرطه جا ا بتساوي 24. عندك مشكله لو ضربت او اديت النص دي معكوسه ضربي، يبقى ب شرطه ج شرطه جا ا 24 في 2 ب 48. انا بقى عايز ده ب شرطه ج شرطه جا ا دي 48، اضربها بقى في 2 في 48 تطلع مع حضرتك ب 96. السؤال اللي بعديه ما فيهوش ادنى مشكله خالص، انا بس هخليه جا ا على 1 بتساوي 2 جا ب على 3 تساوي جا ج على 2. انت عايز تخلص من الاثنين دي نزلها تحت في المقام، عايز تخلص من 2 خليها مقام المقام. انت عايز ج شرطه ده ج شرطه الى ا شرطه الى ب شرطه. ج شرطه هاخد بدلها 2 ا شرطه 1 ب شرطه 3 على 2. ده مش موجود في الاختيارات، فانا هضرب كله في 2 تبقى 4 الى 2 الى 3 اختار الاجابه ب. السؤالين او اخر 3 اسئله، اخر سؤال في الاختر ا ب ج د شبه منحرف، في ا د يوازي ب ج، ا د ب 7.4 ومش عارف ايه بزاويه ب 62 وايه ب 41. انا اول حاجه هعملها انا هجيب الزاويه دي. ليه يا ريس؟ تعال نشوف اقول لك ليه. تعال نجيب الزاويه دي، كمل الزاويه بتاعتنا بس. تعال نجيب الزاويه دي، اقول له 180 ناقص 62 زائد 41 تطلع معاك ب 77. فطبعا حضرتك عايز مساحه المثلث ا ب ج، مساحه المثلث ده. ماشي يا هندسه. انا الاول هتعامل في المثلث الاخضر ده. ليه يا هندسه؟ بص يا سيدي سمي الله. عند حضرتك في المثلث الاخضر ده لو انت واخد بال حضرتك، لو واخد بال سياده معاليك ان انت عندك الزاويه دي وعندك 7.4. ماشي يا هندسه. تقدر تجيب لي حضرتك الزاويه دي؟ اجيبها ازاي؟ بص يا نجم، دي بتساوي دي بالتبادل حرف الزد، فدي كده 41، اذا دي كمان 41 نعملها بخط اصغر، دي كمان ب 41. تقدر تجيب لي الزاويه دي؟ يقول له 180 ناقص افتح قوس 41 زائد 106 تطلع معاك ب 33. فانا هقول له تعالى في المثلث الاخضر اقسم كل ضلع على جهه الزاويه اللي قصاده، يعني 7.4 على جهه 33 اللي انت لسه حاسبها بتساوي الضلع ا ج على جهه الزاويه اللي قصاده جا 106. فانا عايز ا ج بتساوي 7.4 جا 106 على جهه 33. 7.4
في ساين 106 على ساين 33. تطلع مع حضرتك 13 تقريبا ب 13. ده ب 13 ماشي. تقدر بقى حضرتك كده معاك ايه؟ معاك الضلع ده، تقدر تجيب لي الضلع ده مثلا. ماشي يا هندسه، يلا نقول له الضلع ده، اقول له ا في المثلث الثاني بقى اللي باللون الاصفر. انت عايز مساحته فعايز ضلعين وزاويه محصوره. في المثلث ده اقول له ا في على جا الزاويه اللي قصاده جا 41 بتساوي 13 اللي ا ج على جا الزاويه اللي قصاده اللي هي 62. ا في اللي في وشها في المقام والباقي في البسط. 13 ساين 41 على ساين 62 تطلع مع حضرتك تقريبا ب9.7. كده ده ب9.7. خلاص مساحة المثلث نص حاصل ضرب أي ضلعين. هقول له الضلع أ في الضلع أ ج في جا الزاوية المحصورة بينهما اللي هي 77 نص في 9.7 في 13 في جا 77 نص في 9.7 في 13 في ساين 77 نص في 9.7 في 13 في ساين 77 تطلع مع حضرتك ب61.4 اللي هي تقريبا 62. السؤالين المقالي، ارسم منحنى الداله دي. اسمح لي بس اجهز ده، اسمح لي اجهز المحاور بتاعتي. اولا ده مقياس داله 40، فانت الاول ترسم الداله 40. فين نقطه التماثل الجديده؟ اعكس اشاره اللي جوه وخد اللي بره زي ما هو، صفر وسالب 4 اهي. ارسم بقى الداله 40. انا عايز بس اعرف الداله 40 هتقطع محور السداد فين. لما تعوز تعرف تقطع محور السداد فين تساوي الصاد بصفر. يبقى س تربيع ناقص 4 بيساوي صفر، يعني الس بيساوي 4، يبقى الس سوري موجب او سالب 2 اهي. اهي دي رسمه الداله التربيعيه. فالراجل قال لحضرتك يعني ايه احط لك مقياس للرسمه؟ قال لك يعني الجزء السالب ده فايده المقياس بقى يطلع فوق يبقى موجب. فانت هتمسك النقطه دي، انا همسح كل اللي تحت ده، كل اللي تحت ده انا همسحه واطلعه فوق بالموجب. مش هي كانت تحت عند السالب 4، فوق لازم تبقى عند الموجب 4 اهو. بس كده. فيترسم بالمنظر ده ويقول لحضرتك انا عايز بقى اعرف مداها. المدى هقول له بدايه الرسم على الصادات صفر ونهايتها على الصادات دي مكمله لما لا نهايه، فنهايتها ما لا نهايه، فيبقى المدى من صفر لما لا نهايه. وفترات اضطرادها اقول له اولا دي تناقصيه ثم تزايديه، تناقصيه وتزايديه. اقول له تناقصيه وتزايديه. تناقصيه من سالب ما لا نهايه لحد النقطه دي سالب 2، وكمان تناقصيه من هنا لحد هنا، فما تقوليش من عند الاربعه، لا من عند الصفر لحد الاثنين. وتزايديه من سالب 2 لصفر، وتزايديه كمان من 2 لما لا نهايه. ونوعها الداله دي متماثله ولا مش متماثله؟ اقول له الداله دي متماثله حوالين محور الصادات اللي على اليمين هو اللي على الشمال بالظبط، فاقول له نوعها زوجيه، داله زوجيه. السؤال اللي بعديه مها س بتقول لي ما لا نهايه. لما اجي اعوض هنا عن الس بما لا نهايه الاقيها ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه، فلازم اتعامل اضرب في المرافق. فاقول له جذر اهو، ده المقام طبعا بتاعه بواحد، هو جذر
أ س تربيع زائد 3 ب س زائد 5. هضرب في المرافق فوق وتحت. جذر المرافق اللي انا غير الشرط اللي في النص. أ س تربيع زائد 3 ب س زائد 5، ونفس الكلام تحت برضه، فبدل ما اقعد انقل فيه بقى اهو اهو. ايه ده؟ اهو انقل الكلام ده ازاي؟ اهو كوبي ونزله هنا. ضربت في المرافق فوق وتحت. يلا اضرب البسط في البسط، عدد في المرافق بتاعه، وهنزل المقام زي ما هو. ادي المقام زي ما هو يا شباب. اضرب البسط في البسط، عدد في المرافق بتاعه. اقول له والله عدد في المرافق بتاعه جذر في جذر، الجذر يتشال. أ س تربيع زائد 3 ب س زائد 5 سالب في موجب بسالب 2 في 2 او 2 س في 2 س ب4 س تربيع. ماشي. كل الكلام الجميل ده بيساوي طبعا اللي تحت زي ما هو اهو. طب اللي فوق انا هاخد الس تربيع ما بين ده وده، س تربيع عامل مشترك، تبقى أ ناقص 4 س تربيع زائد 3 ب س زائد 5. طب تمام. الراجل قال لحضرتك ان ليها ناتج، في ناتج. طالما في ناتج يبقى اعلى اس في البسط قد اعلى اس في المقام. طبعا اعلى اس في المقام بكام يا شباب؟ قلت له اعلى اس في المقام س اس 1. ما هي دي هتطلع لي جذر س تربيع اللي هي س اس 1 زائد س اس 1. س اس 1 وس اس 1 اعلى اس في المقام اصبح س اس 1، فبالتالي لازم اعلى اس في البسط يكون س اس 1، فده لازم يختفي. ازاي يختفي؟ هقول له أ ناقص 4 لازم تكون بصفر، يبقى الألف هتطلع ب4، وبالتالي بعدها الناتج هيكون معامل على معامل. معامل اعلى اس في البسط اللي هو 3 ب على معامل اعلى اس في المقام 3 ب على معامل اعلى اس في المقام اللي هو جذر الالف زائد الاثنين. طالما معامل على معامل الناتج بكام بقى؟ الناتج بكام؟ ب3. يبقى 3 ب على جذر الاربعه، ما هو جذر الالف يعني جذر الاربعه ب2، 2 زائد 2 ب4 بيساوي 3. اعمل مقص 3 ب بيساوي 12، اقسم على 3 يبقى البي بكام؟ ب4. كده انت جبت الالف 4 والبي ب4، وبكده تكون انتهت محافظه من اهم المحافظات واقوى المحافظات على الاطلاق، محافظه المنوفيه. والى لقاء اخر ان شاء الله يا شباب في محافظه اخرى بافكار ان شاء الله تكون افضل من دي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.